المغرب على موعد مع التاريخ. المغرب بين الثمانية الكبار. المغرب أول منتخب عربي في دور الثمانية في تاريخ كأس العالم. علاقتنا بالألعاب الجماعية ليست على ما يرام. عن العرب أتحدث. المغرب أول منتخب عربي بين الثمانية الكبار في كأس العالم. المغرب كما كانت أول منتخب عربي يتأهل لدور ال16 في تاريخ المنتخبات العربية، أيضا المغرب وفي قطر وش السعد بترسم البسمة على شفاه مئات الملايين، على من المحيط إلى الخليج. لا تستطيع هذه الليلة أن تفرق بين المغربي والجزائري والتونسي والموريتاني والصومالي والمصري والأردني والسعودي والإماراتي والكويتي والقطري. كلهم عرب، كلهم صرخوا الله أكبر مع هذا الانتصار. ألف مبروك للمغرب هذه الليلة التاريخية. الله يعزكم ويفرحكم كما فرحتم هذه الأمة ورسمتم تلك الفرحة. والله ما شفت دقائق من مباراة بقول لك من سنة 2013 إلا اليوم. شوف لما يكون النجاح والإصرار والرجولة تجبرك انك تقف احتراما، هكذا كان المنتخب المغربي اليوم. تهنئة خالصة من القلب، تهنئة خالصة من القلب لأشقائنا المغاربة ولكل الأمة من المحيط إلى الخليج. والفوز على مين؟ على أسبانيا الخصم اللدود للمغرب بضربات الترجيح، وحارس أدى مباراة أكثر من رائعة. ما يقدروش يجيبوا جون. بونو نجح في التصدي لضربات الجزاء اللي اتشاطت عليه كلها في مشهد استثنائي. الليلة استثنائية بكل تأكيد. الاحتفالات مش بس في المغرب، في كل الوطن.